ودلوقتي بقى جه ميعادنا عشان نعرف بالظبط وبالتفصيل عمر مرموش قال ايه في اللقاء الاول ليه على قناة مانشستر سيتي. المذيع بدأ كلامه وهو بيقول: عمر، مبروك جدا على انضمامك لمانشستر سيتي واهلا بيك في الفريق. رد عليه عمر وقال: الله يبارك فيك، شكرا جدا على الاستقبال، انا مبسوط جدا ومتشوق ان انا ابدأ مشواري مع النادي واتعرف على زمايلي في الفريق. المذيع بيسأله، بيقول له: انت قدمت مستوى هايل اخر موسمين ولفت انظار كتير من الاندية، ايه اللي خلاك تختار مانشستر سيتي؟ رد عليه عمر وقال: بصراحة سيتي واحد من اكبر الاندية في العالم، وكان شرف كبير انهم يهتموا بيا اخر موسمين، كانوا نقطة تحول في حياتي، لكن بالنسبة لي دي لسه البداية وانا مبسوط جدا ان انا اكون هنا. قال له المذيع: طيب بالنسبة لجماهيرنا اللي ما شافتكش كتير، ممكن تعرفهم على اسلوب لعبك وايه نقاط قوتك في اللعب؟ قال لهم: انا دايما بحب اكسب، دي اهم حاجة عندي من ناحية الشخصية، اما في الملعب فانا سريع وكويس جدا بالكورة، وعارف ازاي استغل المساحات بشكل كويس، وبحب اكون دايما مصدر خطورة قدام المرمى. رجع تاني وبيسأله: احنا عارفين انك بتقدر تلعب في مراكز كتير، ايه المركز اللي بتحس فيه بالراحة اكتر؟ رد عمر وقال: لعبت في مراكز كتير مع المنتخب، بلعب على الجناح الشمال، ومع النادي السابق لعبت كمهاجم 9 أو تحت المهاجم كصانع ألعاب. أنا مرتاح أكتر لما بلعب كصانع ألعاب تحت المهاجم عشان أقدر أستلم وأبص على المرمى بسرعة، لكن بصراحة في أي مركز ألعب فيه هدفي هو مساعدة الفريق بأقصى حاجة عندي. سألوا المذيع: إيه انطباعك عن منشآت الأكاديمية وشكلها عامل إزاي؟ رد عليه عمر وقال له: بصراحة المنشآت هنا فوق الخيال، أنا لسه شايف جزء صغير بس، خلصت الكشف الطبي وقابلت الناس وكلهم ناس جميلة جدا، والمنشآت على أعلى مستوى زي ما تتوقع من واحد من أكبر الأندية في العالم. بعد كده قال له المذيع: أكيد اليوم ده مش يوم خاص بيك لوحدك، أكيد أهلك فرحانين جدا، إيه كانت ردود فعلهم؟ رد عمر وقال: طبعا الموضوع كان فرحة كبيرة ليا ولعيلتي، الرحلة بتاعتي من مصر لألمانيا كانت طويلة وصعبة، ودلوقتي بعد كل التعب والمجهود الحلم اتحقق، وشرف كبير ليا ولعيلتي إني أمثل فريق مانشستر سيتي. رد عليه المذيع وقال: بيب جوارديولا معروف إنه واحد من أفضل المدربين في العالم، وكمان بيطور اللعيبة جدا، إيه اللي حسيته لما فكرت إن أنت هتشتغل معاه؟ رد عمر وقال: أكيد كان سبب كبير من أسباب موافقتي على الانتقال هو بيب جوارديولا، مدرب أسطوري وبيعرف يطور كل لاعب، أنا عاوز أتعلم منه كل حاجة واستفيد من خبرته، وده طبعا شرف كبير إنه وثق فيا وجابني هنا.
سألوا المذيع وجود لاعب زي هالاند ده أكيد حاجة كبيرة، إيه إحساسك إن أنت هتلعب جنبه؟ رد عمر وقال بصراحة أنا متحمس جدا، هالاند ماكينة أهداف وأكيد هيبقى شرف ليا إن أنا أتعلم منه وأساعده وأصنع له كثير من الفرص في الملعب. المذيع سأله كمان وقال له إيه إحساسك إنك هتلعب في الدوري الإنجليزي اللي الكل بيعتبره أصعب وأقوى دوري في العالم؟ رد وقال من وأنا صغير وأنا بحلم ألعب في البريمير ليج، الدوري ده مكثف جدا ومناسب لأسلوبي، مبسوط جدا إن أنا هكون هنا ودي بداية رحلتي مع السيتي، وإن شاء الله نحقق بطولات كتير ونقضي مواسم حلوة. سأل المذيع أنت أول لاعب مصري بيلعب لمانشستر سيتي، إيه شعورك؟ قال له شرف كبير جدا ليا أكون أول مصري يلعب للنادي ده، أنا فخور جدا إني بمثل بلدي هنا وإن شاء الله أقدر أثبت نفسي وأحافظ على المستوى المطلوب. رد عليه وقال له أخيرا إيه رأيك في اهتمام المصريين بالبريمير ليج؟ وأكيد الكل متحمس. طبعا في مصر البريمير ليج هو الدوري الأول والناس بتتابعه بشكل كبير خصوصا بسبب وجود لعيبة زي محمد صلاح. حلم أي لاعب مصري هو إن هو يلعب هنا، وعشان كده أنا مبسوط جدا إن حلمي اتحقق.